تسمع حاجة بتهمس جواك، يقولك أنا مش جديد عليك، أنا جواك من زمان. رغم إن أنا عرفت الفرق بين الحب والتعلق، أنا عايز أعرف إيه السبب، إيه الحاجة اللي أنا ممكن أعالجها وتبدأ تساعدني إن أنا أقدر أختار الحب الحقيقي، أختار شريك حياتي بجد. إيه السبب ورا كل ده؟ أنا بجد تعبت من كل التجارب اللي حصلت معايا قبل كده. تسمع حاجة بتهمس جواك، يقولك أنا مش جديد عليك، أنا جواك من زمان. أنا الطفل اللي كنت بخاف من بابا وهو بيزعق واجري تحت البطانية. أنا الطفل لما كان بابا وماما بيقول لي انجح عشان أحبك، انجح عشان أحضنك، لازم أن تكون زي فلان عشان أحبك وأقدرك. أنا الطفل ده، أنا سبب كل ده. وعلشان كده أنا فهمت إنه الحب لازم بشروط، لازم أدي بقدر كبير قوي عشان أحصل على حب. هو ده اللي أنا فهمته، وأنا كنت بتألم لما أي حد بيمشي، لأني أنا محتاج الحب ده، وأنت أكتر حد تقدر تلبيه ده. الطفل الداخلي عندك فاهم إن الحب عنده بشروط، إن أنا عشان أتحب لازم أنجح، عشان أتحب لازم أتغير من نفسي. انتبه لحاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، الأب والأم أعطوك أكتر حاجة يقدروا يعملوها وأحسن حاجة شافوها. انت دورك هنا إنك انت طالما اكتشفت الفكرة دي أو الألم ده الداخلي يساوئه، إنك تعالجه بشكل حقيقي وبحب وبالتدريج. وده دوري هنا. هبدأ أكمل لك بتمرين قوي جدا هتحس بتأثيره واحنا مع بعض. إنك انت لو عالجت اللي جواك ده وبدأت تحبه حب حقيقي واحتويته وقابلت نفسك زي ما انت، كل مدى هتلاقي نفسك انت بتكتفي بذاتك، والحب اللي جاي ده بيزيد جمال. لكن في وجوده، عدم وجوده، مش هتحس بألم، لأن انت شبعان حب وعطاء وتقدير لذاتك، وشايف نفسك مش معنى السلبي اللي انت شايف نفسك حاجة وحشة، شايف نفسك، شايف الجمال اللي فيك وشايف الظلم اللي فيك وشايف النور، متقبل الاتنين وبتحب الاتنين. لأن انت مش ملاك، انت إنسان فيك الجانب المظلم والجانب المنير، متقبل الاتنين وبتشتغل على نفسك. ولكن